في البرد ده بنحتاج حاجة ناكلها جنب الشاي. في فيديو النهاردة هنعمل قراقيش سريعة من غير خميرة ولا عجن وفي 10 دقايق بالظبط. طعمها يجنن، ناعمة وبتدوب، خطيرة جنب الشاي أو في الفطار أو في أي وقت. هما بالظبط 10 دقايق من غير أدوات ولا تفاصيل كتير، هيكون عندكم أحلى قراقيش وأحلى متجهزة بكتير. قبل ما نبدأ، أنا نسمة يسري ودي قناتي. لو أول مرة تشوفوها انزلوا اشتركوا وفعلوا جرس التنبيه علشان توصلكم كل وصفاتي الجديدة. ويلا بينا نبدأ على طول. هنحتاج كوباية زبدة طرية، معلقتين كبار سكر، صفار بيضة، نص معلقة صغيرة ملح، معلقة خل. الخل مهم هنا عشان يشيل الزفارة بتاعة البيض. هنزود بقى معلقة كبيرة مليانة بيكنج باودر أو كيس كامل. هقلبهم كويس، بعدين هزود عليهم نص كوباية زيت. تقدروا كمان تستخدموا المقدار كله زبدة أو سمنة، بس الميكس بين الزبدة والزيت بيخليها ناعمة ومقرمشة في نفس الوقت. هنبتدي بقى نزود الدقيق بالتدريج. استخدمت هنا 4 كوبايات ونص. هزود شوية وأقلب وبعدين أزود تاني. هبتدي أقلب بإيدي بقى عشان أعرف أحدد العجينة محتاجة دقيق قد إيه. مش بنعجن خالص، احنا بس بنلم العجينة. هحتاج بقى نص كوباية لبن وهزودها بالتدريج برضو مع الدقيق. هنعرف ازاي ان هي مظبوطة لما ناخد جزء صغير منها كده ونجمعه في ايدينا ونلاقيه مش بيشقق بالشكل ده. قسمت بقى الكمية اللي انا عملتها على نصين. النص الاولاني زودت عليه 50 جرام جبنة رومي مبشورة او اي نوع جبنة تحبوها، والنص التاني زودت عليه معلقتين كبار شمر ومعلقة كبيرة ينسون. هقلبهم كويس بقى عشان اخلط الحاجات دي. تقدروا كمان تعملوها سادة خالص لو تحبوا، العجينة مناسبة للحلو وللملح. هبتدي بقى أفرد الجزء اللي بالجبنة. هاخد قطاعة زي كده وهبتدي أقطعه بالشكل ده. تقدروا كمان تقطعوها بالسكينة براحتكم خالص. بعد كده هرصهم على صينية الخبز. الجزء التاني بقى هعمله زي القراقيش التقليدية الفلاحي اللي كلنا بنحبها. هسويها كده من الجناب وهقطعها قطع متساوية. القراقيش السادة بتبقى سميكة شوية عن اللي بالجبنة. هحتاج بقى صفار بيضة، هزود عليه معلقتين مية عشان اخففه شوية، ورشة نسكافيه عشان تشيل الزفارة. هنقلبه كويس قوي وبعدين نبتدي ندهن بيه القراقيش. هنرش عليه رشة جبنة رومي أو حبة البركة، سمسم، أي إضافات تانية تحبوها أو من غير خالص. الشكل التاني هسيبه سادة زي ما هو كده. هيدخلوا فرن سخن مسبقا على درجة حرارة 180، بياخدوا من 15 ل 20 دقيقة. أول ما ياخدوا لون حلو من فوق هنطلعهم عشان ما ينشفوش. ده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. لونها تحفة، مستوية كويس قوي من فوق ومن تحت. بصوا كمان من جوه شكلها عامل ازاي، ناعمة جدا وبتدوب وطعمها وريحتها تجنن. اعملوا بقى لنفسكم كوباية شاي واستمتعوا. بس كده. لو لسه بتتفرجوا لحد هنا، شكرا جدا عشان بتتفرجوا للآخر.
ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. أشوفكم الفيديو الجاي.